السلام عليكم. معكم احمد امين، وده الفيديو السابع من فيديوهات ال HTML. النهارده هنتكلم عن حاجتين او تو تاجز من اهم التو تاجز المستخدمين في ال HTML، ويمكن انا هفضل اقول اهم الفيديوهات اللي جايه كلها، لانه خلاص احنا عدينا مرحله البساطه او كده، او قله الاستخدام ايا كانت يعني من الفيديو اللي فات. فالفيديو اللي فات احنا قلنا مهمين جدا جدا جدا، وهنفضل نقول كده بقى لايه ان تنتهي هذه السلسله باذن الله يعني. فالنهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن الايمج تاج والانكر تاج اللي هي الاي تاج. خلاص. طيب احنا محتاجين نكريت ال HTML بتاعنا زي كل مره. مش هنغير التايتل، خلاص هنعمل سيف. المفروض هنا هتتغير لدوكيمنت. طيب تمام تمام. هنفتح البودي بتاعنا ونقول الانكر تاج بتتكتب بالطريقه دي. خلاص كده. هو ده الانكر تاج. والانكر تاج عباره عن تاج عاديه، مش سيلف كلوزنج تاج، مش زي الايمج، لان الايمج احنا هنكتبها مثلا هنا اهي، فالايمج هي سيلف كلوزنج تاج. خلاص. طيب عندنا الانكر تاج دي بتستخدم لحاجات عديده، منها موضوع ان احنا نخلي هي خاصه بالروابط عامه او اللينكات. يعني احنا ممكن نحط لينك وتروح على لينك في مكان تاني، يعني بره الويب سايت بتاعنا، او مكان جوه الويب سايت بتاعنا، وده انترنال لينك. او تودينا الميل، ان احنا نبعت ايميل لحد، او توصلنا بكونتاكت لحد اللي هو رقم تليفون حد، فيفتح لينا مثلا لو احنا فاتحين الويب سايت من الموبايل، يودينا على طول على الاب الخاص بالاتصال بتاعك او الكونتاكت بتاعتك. خلاص. طيب خلينا نجرب كل الحاجات دي ونعرف ازاي بتتكتب القصص دي. طيب احنا اول ما كتبنا الاي تاج ظهرت بالشكل الفلاني ده من فيجوال ستوديو كود. كان معاها حاجه اسمها اتشرف دي، اللي هي المفروض الهايبر ريفرنس لللينك بتاعنا، او ايه هو اللينك بتاعنا. فاحنا مثلا لو قلنا احنا عايزين نروح ل لمثلا فيسبوك، يبقى www.facebook.com. تمام. طيب ماشي. خلينا نكتب هنا. دايما اللي بيكون هنا كده in between القفله والفتحه بتاعه التاج، ده الكلمه اللي احنا حابينها تظهر لليوزر علشان من خلالها يقدر ياكسس اللينك اللي احنا كتبناه في الاتش. خلاص. وليكن مثلا احنا هنكتب له هنا go to the facebook. مفيش حاجه اسمها كده طبعا، ما بنكتبش الكلمه دي كلها، بس يعني ايه عشان حاجه تبان مش اكتر. طيب اهي ده اللينك. انا ضغطت كده طبعا عشان اللينك مش تمام، فما ودناش على الفيسبوك يعني. طيب احنا كده بدلنا اللينك باللينك اللي شغال. خلاص. المفروض ان انا لما هضغط على اللينك ده المفروض ان هو هيوديني للفيسبوك اللي هو موجود عندي اوريدي على البراوزر بتاعي. اللي انا عايز اقوله من هنا ايه؟ اللي انا عايز اقوله انه احنا عندنا الانكر تاج دي بنحط فيها في الاتش اللينك بتاعنا، وهنا بنكتب الكلمه اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا احنا نكتب فيسبوك، وده الاصح كده، ونعمل سيف. بعدين ندوس على اللينك ودانا على فيسبوك عادي جدا والدنيا لذيذه. طيب احنا ممكن نعمل ايه تاني في الانكر تاج؟ في حاجه اسمها تارجت كذا فاليو، والاتنين دايما المستخدمين سيلف وبلانك، وهي اصلا الديفولت بتاعها سيلف، يعني بتفتح في نفس الصفحه. طب بلانك دي يعني ايه؟ بلانك دي يعني ان هي بتفتح في صفحه جديده، يعني انا لو عملت كده هيديني على صفحه جديده، كده هيديني على صفحه جديده، وهكذا. طيب عايزين نعرف ايه تاني عن الاي تاج في الاتش بتاعتنا؟ ممكن نكتب ميل تو. ميل تو مين؟ اي ميل. المفروض ان ميل تو دي بتفتح الابلكيشن بتاع الميلز عندك، بس انا عشان مش عاملها ابلكيشن ومش مدي الاكسس على كده، فبالتالي مش هتفتح. ممكن نكبر او ندبلر اللاين ده ونخلي في الاتش بتاعتنا اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هو التيلي، ان هو يتصل عليك يعني. وهنا احنا ممكن نكتب الرقم بتاعنا بالشكل ده، بس بعد ما بنكتب كلمة تل والكولوم ده بس. جينا ندوس كده، فهو هيقول لك ايه، انت محتاج ان انت فعلا تروح للحاجه الفلانيه دي، فانت المفروض تبيك ابلكيشن. انا طبعا لغي القصص دي. ماشي. محتاجين نعرف ايه تاني؟ محتاجين نعرف ان الايه
تاج دي ممكن نحطها as a wrapper او خلينا نقول هولدر او حاجة كده بتكابش حاجة معينة. يعني احنا مثلا عايزين نعمل انكر تاج، خلاص، وهقول ان جواها مثلا بي. احنا كده لو ضغطنا على اللينك ده او الباراجراف ده باي شكل كان في اي حرف في اي مكان، خلاص هو كده هيودي على جوجل دوت كوم. خلاص طبعا احنا مش عاملين هنا ان التارجت بلانك، فبالتالي هيفتح في نفس الصفحة. خلينا نجرب. فتح في نفس الصفحة، عملنا باك هنرجع، فتح في نفس الصفحة، وهكذا. تمام. طيب عايزين نقول ايه تاني؟ عايزين نقول ان مكان البي ده ممكن نحط اي حاجة، ممكن نحط صورة. يعني ممكن نحط صورة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، ونحط اي صورة. نصغر خالص كده، لو جينا نضغط شايفين الماوس شكله اتغير. طبعا انا مصغر الشاشة خالص ماشي عشان هي الصورة كبيرة. لو جينا نضغط على اي مكان في الصورة هيودينا على جوجل اللي احنا رابطينه في الاتش بتاعتنا. يعني احنا قايلين ان احنا عايزين الصورة دي تكون كليكابل، بحيث ان هي لما اضغط عليها تودينا على جوجل على طول. تمام. طيب في شكل اخير للانكر دلوقتي ممكن ان احنا نتكلم عنه، وان احنا مثلا عايزينه يتربط بسيكشن معين في الويب سايت بتاعنا. يعني احنا مثلا كاتبين مقالات كتير جدا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. خلينا نكرر كذا حاجة كده ماشي. هعملها سريعا وهقول لكم دلوقتي. طيب انا كده المفروض عملت شوية باراجرافز وحطيت ما بينهم مساحات كده علشان بس الموضوع يبان مش اكتر. وعلى فكرة انا مصغر الشاشة كده 100% من الشاشة. طيب انا دلوقتي لو عايز ازود الشكل ده وعايز اقول والله انا لو ضغطت على الباراجراف ده خلاص كله على بعضه كده، لو ضغطت فيه هنا كده يوديني على اخر باراجراف ده اللي هو الازرق ده. طب اعملها ازاي؟ مش بكل بساطة اروح نمسك ده كامل كده ونحطه جوه انكر تاني. طيب كده ونعمل سيف. كده بقى الديف جوه الانكر تاج. هنقول له ايه هنا بقى؟ هنقول له هنا ان انت تروح لحاجه اسمها السكشن الاخير. طب احنا هنا مفيش حاجه اسمها سيكشن اخير، هو هيعرف منين؟ تعال هنشوف دلوقتي. احنا دلوقتي عملنا كده مفيش حاجه، يعني هو هتضغط هيروح فين؟ بص هنا ايه اللي حصل. قال لك ان انا في فاينل سيكشن. طب فين الفاينل سيكشن ده؟ فين؟ طيب خلينا بقى نعمل الحركه اللي احنا عايزين نعملها، وان احنا نروح لده ونقول له ان انت هتاخد حاجه اسمها اي دي. الاي دي ده هيساوي الفاينل سيكشن. طيب خلينا نروح نشوف ايه اللي هيحصل. لو ضغطنا هنا راح للفاينل سيكشن. طب نطلع تاني ونعمل تكبير جدا كده ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. كده اهو راح برضو. طيب الاي دي والكلاسز والحاجات دي كلها هنتكلم عنها في فيديو لوحديها علشان نعرف ايه الفرق ما بينهم. بس هي دي الفكرة، او هو ده اخر حاجة ممكن نقدر نستخدم فيها الانكر تاج فور ناو. طب احنا كده وصلنا ان احنا نتكلم عن الايمج تاج، ان احنا محتاجين نكتب الانكر تاج الايمج تاج كده يا ربي. خلاص. طيب في معاهم باي ديفولت كده بيظهر تو اتريبيوتس. خلاص. التو اتريبيوتس دول واحد فيهم اسمه سي ار سي والتاني اسمه اي ال تي. سي ار سي ده الخاص بالسورس او مكان الصورة. وانا هنا مجهز مثلا لينك الصورة كده، كنت اخدتها كوبي من جوجل. طيب زي ما احنا اخدنا كوبي من التاني. طب الالت ده خاص بايه؟ يعني الالت ده خاص بايه بالظبط؟ الالت ده بكل اختصار اسمه alternative. يعني لو الصورة بتاعتي دي مش موجودة اكتب مكانها ايه يا هندسة؟ اكتب مكانها ايه؟ اكتب مكانها التوصيف بتاعها. يعني هنا مثلا كنت المفروض جايبها بتاعت لوجو لشركة فولكس فاجن. خلاص.
مثلا يعني. فانا لو عملت سيف ورحت ابص عليها اهو، تمام، وصلت زي الفل. عايزين نبوظ اللينك ده شويه، هنمسح مثلا من الجزء ده وليكن، ونفضل نمسح 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 كده، اللينك خربان خلاص. هنعمل سيف، هنروح نبص نشوف ايه اللي هيظهر. راح قايل لك ايه؟ لوجو داش دبليو اللي احنا كتبناه. طيب ده مهم في ايه؟ ده مهم في حاجه اسمها الاس اي او، اتكلمنا عنها في اول السلسله، ومهم في الناس اللي عندها disabilities او عندها اعاقات عامه، وبتستخدم الاكسسبيليتي او بتستخدم الطريقه بتاعه الوصول لللينكات او للصور بشكل ما او باخر. فالبراوزرز بتقدر تقرا ليهم الحاجه دي معبره عن ايه، والحاجه دي موجوده في ايه. طيب، طيب يعني دي المسج دي مهمه جدا، سواء ليك كديفلوبر او لزميلك او لليوزر بشكل عام، سواء عنده disability او لا. طيب ماشي. عايزين نقول ان احنا ممكن نغير الابعاد بتاعتها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها width وهايت. هو ده مش محبذ خالص، انت المفروض تكون جايلك الصوره مناسبه للمحتوى اللي انت حابب تحطه، بس احنا لو عايزين مثلا نعمل ان هي 500 بكسل، وهنا مثلا 100 بكسل، عشان بس الموضوع يبقى شكله بايخ، على اساس ان انتوا تقدروا ان الموضوع افكتيف، تعرفوا ان الموضوع افكتيف. ورحنا نبص عليها كده، واضحه وضوح الشمس ان دول 100 بكسل ودول 500 بكسل. تمام، تمام. ده كانت اخر حاجه نقدر نعملها في الايمجز لحد دلوقتي. زي ما احنا قلنا الالترناتيف مهم جدا، الايمجز والانكر تاجز مهمين بشكل عام. اتمنى تطبقوا على الحاجات اللي احنا قلناها النهارده دي. اتمنى الموضوع يكون بسيط. اتمنى لو في اي سؤال او في اي حاجه تكتبوا في الكومنتس. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.